اكيد في الاول في حاجات كانت بتضايقنا من بعض، بس بالعشره خلاص. بقولك والله مش كلام، اكيد في مشاكل ساعات، بس انا بحس ان احنا اصحاب مش متجوزين. اي بس لما الاتنين بيتعرفوا على بعض مم. ما بتبقوش عارفين بعض، انا اقول له بقى ايه اللي بيضايقني ولا هو المفروض ان هو يفهم لوحده وانا المفروض افهم لوحدي؟ عمرك ما هتقولي لازم نفهم. I مم. think العشرة بتبين، وساعات بتيجي على نفسك في حاجات. يعني أكيد حاجات بتضايقني وبحاول أطنش بقى. مثلا أول جوازة كان ممكن مش هطنش على حاجة، دلوقتي لا ممكن أطنش عشان مش كل حاجة تستاهل إنك تقفي عندها. هتطنشي علشان كان في تجربة قبل كده فتعلمتي، ولا فكرة ان الشخص اللي قدامك طريقة التعامل معاه هي اللي بتخليكي ان انت تقولي لا ممكن يعني يستاهل ان انا اطنشه؟ حاسة الاتنين، بس برضو اللي بتحبيه وتحسي إن عشرته حلوة، بتكبر الراجل لما يبقى دمه خفيف ولذيذ كده، يعني حتى لو اتخانقتي بيشجعك ان انت بتعدي. لا تديله بتقولي بتفتكري له كمان حاجات. ساعات بتضايق منه جدا، اقول بس هو لذيذ في حاجات تانية كتير. فاهمة قصدي؟ ايه اكتر حاجة بتضايقك منه؟ آه، لما بيغير سنة بيتقمص سنة؟ على حاجات معينة وما يتغيرش عليها اصلا. اوكي. يعني الحاجات اللي ممكن حد ما يغيرش عليها خالص، ممكن سنة انا بتضايق من القمص، او بس حرام هو لو اتقمص هيتقمص مرة او اتنين في السنة، يعني او مش اللي مش هو مدة كل يوم، طويلة لا خالص. لا مدة طويلة، مدة طويلة. ممكن يقعد اسبوع او اسبوعين. لازم لا تنكشيه يعني. فعلا. وساعات كتير مم. نتخانق واضحك.